عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الحلقة معانا هنتكلم فيها عن 5 برامج مفيدين جدا ليك تقدر تستخدمهم في حاجة كويسة، واحنا هنمشي بيهم بالترتيب ان شاء الله، واوريكم كل برنامج بيعمل ايه ومفيد في ايه بالظبط. يلا نبدأ. في كتير مننا ما يعرفش برامج مهمة جدا موجودة في برامج الاندرويد، وده يعتبر ان احنا هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله. هعرفك يعتبر عن اقوى او احسن 5 برامج ممكن يفيدوك عموما. فاحنا هنبتدي على طول عشان ما اطولش عليك ونتكلم بشكل مبسط على طول. في مننا كتير جدا بيقعد ان هو يكون مساحة التخزين بتاعته 32 او 64 او 128 مثلا، بس في ناس كتير قوي بتستخدم المساحة الشخصية بتاعتها بتبقى محتاجة مساحة اكبر، بس هو مش متوفر له في الكلام ده. يعني في تليفونات هي مساحتها 64 وما ينفعش تركب لها كارت ميموري، ده مثلا. في تليفونات 128 ما ينفعش تركب لها كارت ميموري. طب انت محتاج مساحة، هترمي تليفونك في الزبالة؟ لا، في برنامج هنا كويس جدا وهيفيدك اسمه تيرا بوكس. طبعا هسيب لك الايقونة بتاعته هنا وهنتكلم عليه في التليفون مع بعض ان شاء الله. اول حاجة معانا في التيرا بوكس ده شكل البرنامج طبعا من جوه، انا معرفش انت شايفه ولا لا، كده اهو تمام. وده شكله من بره تيرا بوكس اهو، اللي عليه حرف التي خش عليه، دخلنا على البرنامج. طب انا دلوقتي هستفاد ايه من التيرا بوكس؟ لو انت شايف كده يا صديقي تمام، بص هنا معاك مساحة 1000 تيرا، 1024. انت متخيل معاك 1000 تيرا تقدر تخزن فيها بياناتك براحتك. طيب هتقول لي يعني انا تليفوني دلوقتي لو اتمسح الحاجة دي راحت؟ اقول لك لا، المساحة اللي موجودة هنا معاك دي مساحة الكترونية. يعني البرنامج لو اتمسح انت ربطه بايميلك الشخصي، باللي هو ايميل جوجل. فانت دلوقتي زي جوجل درايف مثلا، انت بيبقى ليك مساحة مخصصة ما تقدرش انك انت تطلع منها. بس ده انت ما اظنش ان في حد يحتاج اكتر من 1000 يعني. للبني ادمين الطبيعيين، المستخدم الطبيعي يعني، 1000 دولار ممكن يقعدوا معاك اكتر يعني ولا 10 سنين قدام. فانت اول ما هتخش على البرنامج اهو، دلوقتي انا عايز مثلا احفظ، هو في مشكلة شوية معلش ان هو بيطلع اعلانات كل شوية، فاحنا نستحمله عادي. هنخش على صورة الايقونة اللي تحت، هنخرج تاني معلش اهو، معلش اعلان تاني. هنخش على صورة الايقونة اللي تحت دي بتاعت الصور مثلا، عايز اضيف صورة، هضيف كده، اختار صورة، بعدين هديله الاذونات اللي هو عايزها، بعدين اقدر اختار شكل صورة من عندي. فانا مثلا هختار صورة واعمل له تحميل، هيبدأ يحملها ويبعتها. دلوقتي بعد ما احنا ما حطينا الصورة مع بعض، لو انتوا هتلاحظوا هنا في صف فوق فيديو، صورة، ملف، موسيقى، اقدر اضيف منها اي حاجة من الحاجات دي. فانا ضفت صورة وملف تمام. انا دلوقتي لو عايز اخش، هتقدر تخش على البرنامج عادي وتسجل عليه بايميل جوجل عادي جدا، وتقدر ترجع الملفات دي للموبايل، ودي حاجة ممتازة جدا. فانا يعني يفضل انك تشيل عليها صور مهمة ليك مثلا، او ارقام او ملفات بسيطة، عشان الكلام ده انت بترفعه على السحابة. فلما تيجي ترفعه هيسحب منك نت جامد. لو انت يعني عندك نت سريع وما عندكش اي مشكلة، يبقى تمام مفيش مشكلة، حط اللي انت عايزه، عشان بس الناس ما تتسوحش ويحط كل حاجته مرة واحدة يلاقي باقة النت خلصت، يجي بقى يشتم فيها للصبح. فده اول برنامج معانا، وانا عن نفسي بستخدمه ومفيد جدا جدا. يعني في ناس كتير اعرفها محتاجة البرنامج ده وانا ما كنتش اعرفه. فبرنامج زي ده بصراحة حاجة مفيدة جدا انك انت تقدر تشتغل عليه وتشيل حاجتك او شغلك او اي حاجة عموما يعني. بص، تاني برنامج معانا يا شباب، وهو برنامج عبارة عن تعليم لغة، اي لغة انت عايزها. مش لغة انجليزي، مش هقول لك الماني، مش هقول لك اسباني، مش هقول لك ياباني، كوري، في كل اللغات ان انت تتخيلها. البرنامج ده فعلا مفيد جدا للناس اللي مثلا ما بتحبش الاختلاط، بتحب تبقى قاعده مع نفسها على طول، مش عايز يختلط بحد، بس عايز يعني ياخد كورسات يفيد بيها نفسه مثلا. البرنامج ده ممتاز جدا، اسمه دولينجو. هسيب لك طبعا الايقونه بتاعت البرنامج هنا وهنشوفه مع بعض في التليفون سوا. دولينجو برنامج بسيط جدا. اول ما انت هتيجي تبدا تحمله، هيجي يقول لك، هيسالك 7 اسئله عشان يقدر يحدد مستواك، عشان يعرف يحط لك الكلمات اللي انت هتبدأ تحفظها او الكلمات المفتاحية اللي هيوصل بيها للمستوى بتاعك. احنا هنخش على البرنامج دولينجو سوا دلوقتي، اللي هو اول برنامج، اللي الوش الاخضر، الوش العصفورة ده.
دخلنا عليه، هو دلوقتي انا قايل له ان انا صفر ميح، تمام. فانا بدأ ان هو يقول لي ان هو هيكتب لي كل يوم 25 كلمة على مدار الاسبوع، ودي حاجة ممتازة. فانا دلوقتي يعني انا عايز اسمع الكلمة، هو بيقول لي انا هقول لك الكلمة وانا اختار الصورة اللي على حسب الكلمة دي، وكاتبها لي بالعربي. يعني هنا كاتب لي ولد، بنت، رجل، امرأة. فدي حاجة ممتازة جدا بصراحة. طب انا عايز اسمع الكلمة تاني عشان انا لو سمعتها غلط اهي، هتدوس هنا عند علامة الصوت boy ندوس عليها تاني. boy حاجة ممتازة بصراحة. boy فانا دلوقتي هدوس له مثلا ولد، عمل لي صح. فبرنامج ممتاز حتى للاطفال، لاطفالك مثلا، ليك انت شخصيا لو انت حابب تتعلم، مش لازم تتعلم انجليزي، تقدر تتعلم الماني. اهو بص، هيبدأ يكلمني بوي، بيقول لي ترجم هذه الجملة، فانا بيقول لي بوي، فهو مديني اختيارات تحت، غير لي مغزى يعني شكل السؤال اتغير، هو نفس السؤال بس غير لك شكل السؤال عموما. كتبت له ولد، تحقق، اداني العلامة الصحيحة. فده يعتبر برنامج ممتاز جدا. ونيجي للبرنامج التالت معانا يا ابو حميد، وهو برنامج اسمه منتاي. هسيب لك طبعا الايقونه بتاعته هنا، انا معلش بقعد اقول لك كل شويه عشان ما تنساش تشوفها، يعني فهي كده هتظهر لوحدها، تمام. برنامج منتاي ده عموما بيقدر يصلح الصور، بمعنى يعني انت دلوقتي عندك صوره ورقيه قديمه من ايام زمان ومتهمشه او مقطوعه او فيها اي حاجه او تشوهات في الصوره، هيقدر يعالجها ويرجعها لك بالذكاء الاصطناعي، ودي حاجه ممتازه جدا بصراحه. تاني ميزه معانا في البرنامج ده ان هو بيقدر يلون لك الصور الابيض والاسود. يعني مثلا واحد ما شافش جده قبل كده، بس ليه صوره لجده ابيض واسود، يقدر يحولها لالوان ويشوفه عادي، وده برضك بقدره الذكاء الاصطناعي. ودي حاجه ممتازه جدا ان احنا نشوفها برنامج مجاني مش مدفوع او في اي حاجه. والبرامج على فكره اللي انا بقولها لكم دي كلها مجانيه من جوجل بلاي. يلا نخش على طول على البرنامج ونشوفه سوا. ده البرنامج اهو، ده برنامج منتاي، خش عليه. دي صورة اسماعيل ياسين، انا كنت محملها الله يرحمه، محملها من على النت، ودي صورته الاصلية، صورة ابيض واسود تماما، ما فيهاش اي حاجة ولا لعب ولا فوتوشوب ولا الهبل ده كله. انا حملت الصورة على طول على البرنامج ورحت على طول حطيتها. بصوا الذكاء الاصطناعي عمل ايه، حاجة تحفة بجد بصراحة. انا عارف ممكن يكون في ناس عارفه البرامج دي، بس انا من اول الناس، يعني انا لسه بعد ما قلت اخش في البرامج والالعاب واشوف الحاجات دي، لقيت البرامج دي قلت ما بخلش عليكم واقولها لكم على طول. اهم حاجه بس ما تنساش تصلي على النبي. برنامج بصراحه مفيد جدا، وانت هتجربه بنفسك وهتشوفه. اهم حاجه بس يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الواحد بيتعب عشان يعمل الفيديو ده والله. نيجي للبرنامج الرابع معانا يا ابو حميد، وهو اسمه زاتش. برضو انا ما اعرفش انا بنطقها صح برضو، معلش يا شباب ولا لا، بس انا بحاول ان انا اجتهد يعني. وهسيب لكم الايقونه بتاعتها هنا برضو. البرنامج ده دي الايقونه بتاعته من بره اهو، هو البرنامج اللي لونه بنفسجي على حرف الدي. البرنامج ده مفيد في ايه؟ البرنامج ده خلفيات وفيه ساوند كتير، يعني تقدر تحمل منه نغمات للموبايل، تقدر تحمل منه ساوند افكت مثلا عايز تستخدمها مثلا على برنامج كاب كات مثلا، او على برامج اي برنامج مونتاج هيفيدك. زائد انك انت تقدر تحمل منه خلفيات اتش دي، فول اتش دي، 4K، تمام. وكل مجانيا، في منه المجاني وفي منه المدفوع، وممتاز جدا بصراحه. بدل ما تحمل صور مثلا من على جوجل والكلام ده وتلاقي الصوره مش كويسه، يعني تكتب في السيرش اللي انت عايزه وهيظهر لك ايا كان اللي انت بتدور عليه. يعني مثلا صور زي دي كده، صور رمضانيه، كل سنه وانتم طيبين طبعا بحلول شهر رمضان الكريم. بصوا طبعا ده اعلان ملناش دعوه بيه، كلها صور. بتاكد زرار اللي هي علامه السهم دي، بتدوس عليها بتحمل على طول الصوره اللي انت عايزها او الساوند اللي انت عايزه. ونيجي ننتقل على طول للبرنامج الخامس. خامس برنامج معانا هو اسمه فيديو داونلود. الفيديو داونلود ده برنامج طبعا هسيبه لك هنا برضو. فالبرنامج ده بتحمل اي فيديو انت عايزه بدون علامه مائيه، بتشيل العلامه المائيه اللي كانت موجوده على الفيديو. بمعنى اصح، مثلا انت بتعمل سكرول في التيك توك، عجبك فيديو مثلا ديني، فانت عايز تاخده، فانت تقدر تحمل الفيديو ده وتشيل منه العلامه المائيه ويتاخد على طول. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا ابو حميد. اهم حاجه ان الفيديو يكون فادك على قد ما اقدر، وكل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم. سلام.